لو عملت الحاجات ديت هتفضل فقير. واحد، التسويف والمماطلة. كل ما تقول هبدأ بكرة، بكرة مش هيجي، زي اللي عمال يقول هفتح مشروعي قريب ويقعد يخطط سنين وسنين من غير ما ياخد خطوة واحدة. اتنين، الانفاق الزايد، اللي بيصرف كل فلوسه على الكماليات زي اللبس والموبايلات الجديدة وبيكون آخر الشهر مستلف. تلاتة، عدم الاستثمار، اللي كل ما يحوش قرشين يحطهم في البنك ويقعد يستنى الفوائد البسيطة بدل ما يستثمرهم في مشروع يكسبه أكتر. أربعة، عدم التعليم والتطوير الذاتي، اللي مش بيحاول يطور نفسه ولا يتعلم حاجات جديدة وبيفضل في نفس الوظيفة بنفس المرتب طول عمره. خمسة، الاعتماد على وظيفة واحدة بس، اللي بيكتفي بوظيفة واحدة ومرتبها مش مكفيه وما بيدورش على شغل جانبي أو حتى يعمل مشروع إضافي. ستة، عدم التفكير في المستقبل، اللي بيعيش يوم بيومه ما بيفكرش في بكرة ولا بيخطط للمستقبل، زي اللي بيقول يلا نصرف النهاردة وبكرة ربنا يسهل. سبعة، عدم البحث عن الفرص، اللي بيكتفي باللي عنده وما بيدورش على فرص جديدة، زي اللي راضي بوظيفة بسيطة في حين إنه ممكن يكون عنده قدرات أكبر. 8، الخوف من المخاطرة، اللي خايف يجرب حاجة جديدة أو ياخد مخاطرة محسوبة وبيفضل في منطقة الراحة بتاعته. لو اتبعت العادات دي والسلوكيات ديت هتفضل في مكانك من غير أي تقدم، وبضمن لك إنك هتفضل فقير. المهم إننا نكون واعيين للأخطاء دي ونحاول نتجنبها عشان نحقق النجاح والرخاء المالي.